زيكو يا زيكو، قوم يا راجل هات العيش والفطار، الساعة قربت على 6. دي تيتا مفيدة مرات جدو زيكو، بتحب الحواديت جدا ودايما في خناق مع جدو زيكو لأني مش عاجبها حاله. يا جدو زيكو يا جدو زيكو، أنا جبت لك المعلوم والمرة دي زيادة عن اللزوم. ده بقى غباشي، بياع وصنايع المنطقة، مش سايب حد في حاله وحشري جدا وبيتدخل في كل كبيرة وصغيرة. يا عم غباشي، عندك شيبسي بالطماطم؟ ده فرحات حفيد جدو زيكو، مش بيحب المدرسة وعايش دايما على مجهود أخته سكر. السلام عليكم يا غباشي، عامل ايه؟ اشتريت منك بسكوت امبارح وطلع مفتوح وناقص بسكوتة، يبقى خد بالك. ده مستر جبر مدرس الفصل النجيب، بيحب كل الطلاب إلا الطلاب الفاشلين، ودايما مش عاجبه تصرفات فرحات. يلا يا فرحات هنتأخر، أنا اشتريت الفطار، تيتا كده هتعاقبنا. دي بقى سكر، وهي فعلا زي السكر، شاطرة وذكية وبتحب تساعد الكل، وخصوصا أخوها فرحات. على فكرة هما توأم بس غير متطابق. سلام عليكم يا معلم عكوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فرحات يا ابني؟ ابقى سلم لي على جدك زيكو. ده عكوة جزار أبان عن جد، ما بيخافش من حد ودايما كلامه بالسكينة والسطور، لكن بيحترم الحق وبيعمل حساب الكبير، ودايما بيجيب حق أي حد ضعيف. يا زيكو قوم يا راجل. هو كل يوم طلبات وعيش وطابور، مفيش راحة في البيت ده أبدا. ده بقى جدو زيكو، عامل نفسه بيفهم في كل حاجة، ودايما جايب مشاكل لنفسه واللي حواليه، وبيعشق حاجة اسمها عسلية، ممكن يعمل أي حاجة عشان بس واحدة عسلية، ودايما في مشاكل مع مفيدة بسبب الموضوع ده. وغباشي طبعا يستغل الموضوع ده، وإنه البياع الوحيد في المنطقة، بيزود على جدو زيكو في تمنها، وكمان بيديله منها بس بطلع الروح، ومفهم جدو زيكو إن العسلية ممنوعة وصنعها حاجة صعبة دلوقتي. هو الفطار ماله لو 10 الصبح؟ مش فاهم، لازم 6 الصبح. عندك أطفال عندهم مدرسة، يلا قوم بسرعة العيال هتتأخر. حاضر، عشان خاطر العيال بس. يا مفيدة، أنا جبت العيش وحطيته على السفرة بره، هدخل أنام بقى، مش عايز أفطر. نوم إيه يا زيكو؟ مفيش نوم دلوقتي، يلا على الفطار، وبعد كده عايزاك تعمل لي حاجة. يا ولية عايز أنام، ارحميني من طلباتك اللي ما بتخلصش دي. وهو انت نافع في حاجة؟ إلا من يوم ما اتجوزتك ما جبرت بخاطري بحاجة ولا عملت حاجة من نفسك. طيب أديكي عارفة اهو إني مش نافع في حاجة، سيبيني أنام بقى. انت هتيجي تفطر بالذوق ولا تحب بحاجة تانية؟ خلص يا راجل، حبل الغسيل اتقطع، عايزاك تطلع الصندرة تجيب لي حبل تاني، كنت شارية واحد احتياطي شايلاه فوق في الصندرة. أنا مش قادر أفطر، هطلع صندرة منك لله وليا حيزبونة. الفطار جاهز، عايز تاكل اتفضل، مش عايز اطلع يلا الصندرة. مش طالع في حتة أنا. طيب دقيقة واحدة ولاقيك على السفرة، وإلا انت عارف أنا متجوز امرأة من زمن آخر، من زمن الأوغاد. يا فرحات شغل الراديو، خلينا نسمع الأخبار. حاضر يا تيتا. خبر عاجل، الضحية رقم 34 للسفاح جنزير الإفل تم العثور عليها منذ قليل في إحدى الشوارع. لحظة، يوجد خبر جديد، تم العثور على الضحية 35 و36 للسفاح جنزير الإفل داخل سيارة ملاكي في إحدى شوارع المدينة. لحظة، يوجد خبر جديد، تم العثور. اقفل يا ابني الراديو ده، هما مستنيين ايه بس عشان يقبضوا عليه؟ بس يا رب يقتل المذيع الرخم ده. اتركني كي أعيش أيها السفاح، لدي الكثير من الأخبار أود عليك اللعنة. خبر عاجل من قلب الحدث.
تم العثور على الضحية 40 للسفاح جنزير القفل الآن. ميت قدامي هو دلوقتي في الاستوديو. اجري يلا. الله يرحمك يا زميلي. نداء للورثة، المرحوم عليه 15 جنيه لعم سيد بتاع البوفيه، وانا جبت له سندوتش فول الصبح ما حاسبنيش عليه. يا ريت وانتم جايين تاخدوا الجثة تحاسبوا عم سيد وحد يجيب لي سندوتش، انا على لحم بطني من الصبح ما كلتش. تعالى يا سبعي، ده الراديو. وانت يا فرحات تعالى يا ابني ما تخافش واطفي الراديو ده. انا هقوم انام ساعة ونبقى نشوف موضوع الحبل ده بعدين. ماشي يا زيكو، روح نام، بس عارف لو طلبت مني هدوم نظيفة مفيش، واعمل حسابك انا خبيت العسلية ومش هديك منها حاجة. ايه الا العسلية؟ ايه الا العسلية؟ مش هزار، بقولك ايه يا مفيدة، انا هطلع الصندرة بس انزل الاقي العسلية مكانها. انت سامعة؟ الا العسلية. مش هفتح الباب إلا لو لقيت حبل الغسيل، عشان أنا عارفاك هتقعد فوق شوية وتقولي ما لقيتش حاجة. يا ولية افتحي الباب بدل ما انزل اوريكي شغلك. بس اسكت انت بدل ما اجيبك من زمارة رقبتك. يعني راجل كبير زي يقف يدور على حبل غسيل؟ ده انا طلبوني في الحبل الدبلوماسي ورفضت، ولا كان سلك تقريبا وقتها. يا سلام لو الاقي حبل المشنقة واشوفها بتتمرجح عليه وانا اقف اسقف زي الاهبل من الفرحة. قال هات لي حبل الغسيل من الصندارة بدل ما اجيبك من زمارة رقبتك. عندها مصطلحات مفيدة دي تخلي الواحد يكره الحياة ويكره اي شيء مفيد. ايه ده؟ ياه، مصباح جدي كان وصى عليه ابويا وابويا وصاني عليه، ومفيدة الغتيتة ترميه مع الكراكيب كده، ومحتفظة قلب لمبة الجاز بتاعت امها، فاضلها شوية وتحطها جنبها على السرير. يا سلام لو تحطها على السرير وتولع وهي نايمة وانا واقف وبسقف نفس السقفة اللي فاتت زي الاهبل من الفرحة، وهي تصوت وتجري ترمي نفسها من البلكونة تقع في بير بنزين ينفجر بيها. تعالى ايها المصباح انضفك واحطك في حتة كويسة